السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الأميرة. هنعمل النهاردة معانا محشي ورق العنب، ومعانا ورق العنب بعد ما أنا سلقته وجهزته. طبعا قطعت العيدان بتاعته الأول وحطيت حلة فيها حبة مية لحد درجة حرارة يعني بدأت تغلي، وسقطت فيها الورق بعد ما رتبته وطلعته بالشكل ده. هنبدأ بأول حاجة البصل. طبعا حاطين معلقتين سمنة أو زيت زي ما انتوا تحبوا. هنبدأ نقلب البصل نحمره. كده البصله معانا احمرت، او معنى اصح اصفرت شويه، انا مش عايزاها حمرا قوي. هنضيف لها الطماطم. وبعد كده هنضيف التوابل بتاعتنا. معانا الكمون وفلفل اسمر، وبعدين الملح، وهنسيبها تتسبك مع نفسها على النار. كده التسبيكه او طماطم الصلصه بتاعتنا خلاص كده جهزت. هنبدا بقى ان شاء الله نعمل الخلطه بتاع المحشي. كده انا قلبت الطماطم بتاعتنا في صينيه واسعه شويه علشان هنحط الرز بتاعنا. طبعا انا غسلته. هنقلبه مع الطماطم كده. هنطفي كده. حطينا الرز بتاعنا مع الطماطم هنقلبها. طبعا طفيت النار، وبعدين هننزل بالخضره بتاعتنا. احنا جهزنا الخلطه بتاع المحشي ورق العنب، وهنبدا نحشي. طبعا العيدان اللي احنا فصصناها ما نرميهاش، هنحطها في الحله هتحمل الرصه الاخيره من النار، وهتدي المزازه للورق العنب. هنبدا ناخد ورقه، هنخلي اليمه الناعمه هي اللي في ظهر ايدينا، وهنبدا نحط رز حبه صغيرين مش كتير يعني. هناخد كده وكده ونبدا نلف للاخر، وهيبقى بالشكل ده. مفيش رز، مفيش اي حاجه جايه عليه، بالشكل ده. زي ما قلت لحضراتكم تخلوا اليمه الناعمه هي اللي في وش ايدينا. هنبدا نرص معانا الحله. كده خلصنا محشي ورق العنب، وده الشكل النهائي بتاعه، وهنبدأ نسويه. هبدأ أزيد محشي ورق العنب بالشوربة. دي شوربة فراخ، والمحشي ورق العنب بيحب انك تغطيه بالشكل ده. كده انتهينا. هنسيبه على النار يستوي. والشوربه واضح قدامكم، الشوربه مغطيه المحشي كله. وكده خلصنا محشي ورق العنب بتاعنا وغرفناه، وده الشكل النهائي بتاعه.